هنعمل غدوة او عشوة بال20 جنيه دي. هتقولي لي ازاي يا ياسمين؟ اقول لك شوفي الفيديو من الاول لحد الاخر. اهم حاجه تنسيش تحط لنا لايك وتقول لنا رايك في التعليق، واهم حاجه لو مش مشتركه معانا يا ريت تخشي تشتركي. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه انا جبت ده نص كيلو من البتنجان ب5 جنيه، وهنبتدي بقى ان احنا نقطعه مكعبات زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. يا ريت تمشوا على الوصفه بحذافيرها علشان خاطر تعملوها وبتطلع معاكم بالجمال اللي طلعت معايا بيه وبالطعم اللي طلعت معايا بيه. زي ما انتم شايفين كده بقى انا ببتدي اقطعها مكعبات، وبكده نكون خلصناها. وتعالوا بقى نخش على البطاطس. زي ما انتم شايفين انا جايبه نص كيلو برضو من البطاطس برضو ب5 جنيه. بسم الله ما شاء الله. يعني 5 وحدات حلوين، 2 صغيرين 3 ايه وسط. زي ما انتم شايفين هبتدي برضو اقطعها مكعبات. ويلا نخش على اللي بعدها. خلي ايدك سريعه سريعه كده. زي ما انت شايفه انا جبت ده ربع كيلو من البتنجان الفلفل الرومي برضو ب5 جنيه او ب4 جنيه كمان اقل من كده. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اقطعهم برضو مكعبات كلهم، وبكده نكون خلصناه. وتعالوا بقى نخش على اللي بعده. ودول حوالي 3 من الطماطم هبتدي برضو انا اقطعهم مكعبات. وتعالوا بقى نروح على النار وننزل واحدة واحدة. هروح حاطه حوالي 3 معالق من الزيت على النار في صينية او حلة. وهبتدي انزل باول حاجة ايه هي الطماطم، وهديها التشويحة كده بس حاجة بسيطة. وبعد كده بقى هروح جايه بالفلفل واروح نازله بيه برضو ويهديله تقليبه. يا سلام لو حط قرن فلفل حار بقى، يا لهوي على الجمال اللي هتاكليه، والله العظيم اللي هتعمليها على طول لعيالك. وبصي توفير موفره حاجه كده جامده. بعد كده هنزل بقى بالبتنجان اخر حاجه، وهحاول ان انا اديله كذا تقليبه. بعد كده اروح نازله بالبطاطس. معلش البطاطس اخر حاجه مش البتنجان. زي ما انتم شايفين انا معرفتش اقلب بمعلقه واحده، جبت 2 عشان اعرف اقلب بيهم. وطبعا ده كله هيهبط. وبكده خلاص بقى اسيبها على النار تاخد بس ايه يعني تاخد غلوتين كده. وطبعا الميه بتنزل منها فيها. بعد كده انزل بقى بالتوابل بمعلقه كزبره كبيره ومعلقه فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده، وشويه يعني اي توابل عندك حطيها. انا نزلت يعتبر بمعلقتين من الكزبره، وهقول لكم البهارات يعني معلقه فلفل اسود ونص معلقه كمون عشان الكمون بيمرر شويه زي ما انتم شايفين كده. بصي يعني اي بهارات عندك حطي عليه. وبعد كده نزلت بقى بمعلقتين ملح، وطبعا على حسب ما بتدوقي يعني لقيتيها اتظبطت معاكي بالمعلقتين ملح الصغننين مظبوط، ما تحطيش تاني. اللي لقيتهاش اتظبطت حطي تاني. زي ما انت شايفه انا اديتها ايه كذا تقليبه كده علشان خاطر ايه الملح يخش فيها. وطبعا ما تحطيش ولا نقطه ميه، قسما بالله عليه العظيم انا ما حطيت نقطه ميه، هي بتستوي منها فيها. انت بتوطي عليها النار، مش اللي هي توطيه قوي، لا بتبقى النص. تعالوا بقى اما نعمل ايه الحاجه التانية. زي ما انتم شايفين انا هعمل بقى شويه بشاميل من عندي من البيت. نزلت بشويه زيت، ولا هنحتاج ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه، شويه زيت. وبعد كده هروح نازله بكوبايه من الدقيق عندي. زي ما انت شايفه انا ده كله على النار موطيه النار. وبعد كده بقى هطفي النار زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا اقلبها. وهنزل بقى بالشوربه. شوربه يا جماعه لو مش ما عندكوش شوربه طريقتها سهله جدا وبسيطه، بشويه ميه وواحده مرقه ماجي عملت شويه شوربه. زي ما انت شايفه هنزل بقى بالبشاميل بالطريقه الحلوه دي. وهبتدي ده كله بعد ما عملت على البارد شويه. بعد كده اول ما لقيتها بشت نزلت تاني على النار ووطيت. وطبعا برضو هنزل بالشوربه وايدي برضو فيها تقليبه بتقليبه كده. زي ما انت شايفه كده انا كده اعتبر ان انا نزلت بالشوربه كلها. هوريكي بقى القوام بتاعها عامل ازاي. بصي القوام بتاعها كريمي كده، يعني كريمي ماسكه نفسها كده، حاجه جميله. مش عايزاها سايحه خالص، انا عايزاها ماسكه نفسها. زي ما انت شايفه كده خلصنا. تعالوا بقى ايه يلا نحضر ايه الصينيه. كده خلاص الصينيه بتاعتنا اهي معانا استوت. وبعد كده بقى هننزل بشويه من البشاميل اللي احنا عملناه بتاعنا اللي في البيت زي ما انت شايفه كده. وهبتدي ان انا افرده، وهروح نازله بقى بالخلطه كلها اللي انا عملتها في النص
بالطريقة الحلوة دي. وبعد كده بقى بعد ما احطها في النص هروح جايه بقى ايه فوقيها واروح ايه نازله بالكميه كلها اللي انا عملتها. وبعد كده هفردها، وبعد كده اروح حاطه بقى نروح نازله بالبشاميل كله. وبكده خلصناها. هنحط بقى البشاميل كله كده عليها، وهبتدي ان انا افردها بالطريقه الحلوه دي. مش هحط عليها اي حاجه، وهبتدي ان انا احطها في الفرن. هحطها لمده 10 دقايق في الفرن. تكون النار عالية من فوق ومن تحت، بس طبعا بتكوني قاعدة جنبها. اول ما بتاخد وش كده من فوق احمر بتروحي مطلعاها. طبعا زي ما انت شايفة لسه مطلعاها من الفرن وطلعتها لك برضو بالقطعة. لو سبتيها بقى لمدة 10 دقايق ولا نص ساعة، اول ما تبرد هتطلع معاكي بقى بالقطعة مظبوطة جدا. طبعا بقى بالعيش بالرز زي ما انت حابة، دي غدوة او عشوة او فطار كمان، حاجة كده لذيذة من الاخر. اهم حاجة ما تنسيش تحط لنا لايك وتقولنا رأيكم في التعليق، ويلا مع السلامة.